اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، والنهاردة صباح بجد بقى. دلوقتي الصلاة كان شغال، الفيديو ده كان متصور يوم الجمعة، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله. و كان الصلاة شغال وانا ما نمتش. هو انت يا نمتي وراحت عليكي نومه يا ما نمتيش؟ ما هحكي لكم، استنوا. صلوا على الرسول. يلا بينا ندخل على الفيديو. ودعوة حلوة لاخواتنا في فلسطين بان يجي العيد وهم مجبورين الخاطر وفرحانين بارضهم وبلم شملهم، اللهم امين، ويرحم شهدائهم. وكمان عايزين بقى ندعي لاولادنا بالنجاح والتوفيق، وتكون سنة خير عليهم وعلى طلاب الثانوية العامة والاعدادية. ندخل بقى على البصل. زي ما انتم شايفين البصل 3/4 والحمد لله خلاص. بيقول لي بقى ايه، يلا بقى ابدأي هاتي بصل جديد بقى، خلاص احنا زرعنا، قصدي انا زرعت مش احنا اللي زرعنا. المهم انا يا جماعه امبارح قلت لكم انا خنفانه نص خنفان، حصل ولا شاهدين عليا ولا مش شاهدين؟ شاهدين طبعا. المهم بالليل بقى نص الخنفان ده بعيد عنكم قلب بسخونيه. خدت لي 25 برشامه تقريبا علشان اخف، عشان اقوم، عشان انا عندي اليومين الجايين كذا حاجه ولازم اعملهم. قوم ايه يا ولاد، قوم البرشام ده بقى يصهلي لنافوخي لحد الساعه 8 وانا قاعده صاحيه، وانا مرتبطه النهارده بميعاد، والاكل ده احنا مش هناكله في البيت يعني. تعالوا الاول قبل ما نحكي القصه، انا النهارده رايحه لاخت جوزي. من بداية كده عايزين ندعي لأحمد بالرحمة، وطبعا هي مش عايزة تخرج ومش عايزة تروح عند حد، فقلنا ايه نروح نفطر معاها ونفرحها كده ونكبر بخاطرها، ربنا يكبر بخاطر الجميع اللهم امين. فعايزين ندعي لها بالصبر وندعي ليه لأحمد بالرحمة وربنا يصبرها اللهم امين. المهم طب انا دلوقتي لو نمت الساعة بقت 8 انام واصحى 11؟ تفتكروا واحدة ما نمتش قعدت بقى ايه الشيطان يلعب بدماغي، فقمت شفت كام حاجة ورايا، لقيتها بقت 9، من هنا لهنا بقت 10، رحت لابسة عبايتي ورحت نازلة جايبة طلبات البيت، مش لازم اصحي حد بقى من الولاد، سبت كله نايم ورحت جايبة طلبات البيت ورحت داخلة على المطبخ. قلت اعمل لي كام حاجة كده وبعد كده ادخل انام، يعني اعمل الاساسيات وبعد كده ادخل انام. فرمت البصل، جبت لي كده حبة بصل محترمين حوالي نص كيلو بصل مثلا، ورحت فرماه في الكبة، والعين ما كانتش عايزه تشتغل عشان فيها ميه. فهنحط كده الصينيه بتاعتنا على النار وننزل بالبصل، ويلا بينا بقى ندخل على الفيديو. بحبكم طبعا في الله، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. لو ما حطيتيش لايك انزلي حطي لايك دلوقتي حالا، وبعدين ارجعي كملي الفيديو وسيبي لي كومنت حلو منك وقولي لي بتتابعيني منين. هحط كده، جبت كيلو لحمه مفرومه على نص كيلو بصل، وهحط عليه فلفل اسود وسبع بهارات وملح بس. انا بحب احط قرفه بس مش هحط، لان انا زي ما قلت لكم الاكل ده مش في البيت يعني، فاللي هياكل منه مش عارفه ايه نظامه يعني. فخلينا نعمل حاجات الكل يكون متقبلها وبيحبها. اول حاجه هعصج اللحمه كده، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه تاني، يعني نديها بس تقليبه حلوه عشان ما تتكتلش مننا ولا حته كلكع ولا حاجه. شوفوا شغل اللي مش نايمه بقى، يعني ده كده شغلي وانا مش نايمه خالص. رحت مطلعه كل البهارات اللي في البيت والتلاجة، قلت بس هي لازم افوق، هشم كل انواع البهارات اللي في البيت عشان افوق، ما انا مفيش قهوه بقى، احنا صايمين الحمد لله. فاعمل ايه، قلت بس اطلع كل الانواع اللي انتوا شايفينها دي. هو انا لو شميت ابقى فتره؟ صدقوا انا ما فكرتش في الموضوع، بس انا ما شميتش لسه يعني. بسم الله ما شاء الله. طيب حطيت بقى زي ما شفتوا كوبايه زبادي، معلقه ثوم، هحط ربع كوبايه زيت او نص كوبايه زيت. وايه تاني، هو انا حطيت حاجه قبل كده اصلا كنت مهم، ملح، صلصه، الاساسيات توم وزبادي وصلصه، توم وزبادي وصلصه. حلو كده. حطيت على العصاق كمان معلقتين صلصه. البهارات بقى بتاعتك، هتحطي ملح، هتحطي فلفل اسود، هتحطي بهارات فراخ، حبه خل صغيرين، معلقه عسل، ولو ما عندكيش بدليها بمعلقه سكر، وحبه من السبع بهارات حوالي نص معلقه، وربع كوبايه زيت. عايزه اقول لك الخلطه دي جباره وخفيفه وحلوه قوي، ينفع تعمليها اختها بالظبط مع ميه بصل للشيش طاووق، للفراخ المخليه، لايه تاني ايه تاني يا بنتي سمر، تنفع لكذا تتبيله.
تتبلي فيها بانيه وتشويه، تتبلي فيها لحمه وتشويها. لكن انا النهارده مش هعمل فيها حاجه من دي خالص. انا النهارده عصقت اللحمه وكمان حطيت عليها صلصه زي ما انتم شايفين، وهسيبها بقى على نار هاديه عشان الصلصه دي تتشرب وتستوي كويس، واللحمه كمان والبصل يستووا كويس. لو عليتي النار على العصاق بينشف بسرعه وتلاقي البصل ني كده ومش احسن حاجه. انا بقى هنا بعد ما عملت التتبيله طبعا هتحطي بقيه بهاراتك، والبهارات اختياري زي ما انت حابه وزي ما انت عايزه اعمليها. خلاص كده نروح بقى تاني. هو ايه ده؟ هو ايه؟ هو مش انا كنت لبست اللفظ ده مره قبل كده؟ اه دي كانت الايد التانية. خلاص ظبطنا نفسنا والدنيا تمام، يلا بينا بقى. عندي فراخ مغسوله ومنقوعه ومفتوحه فتحه الشوايه، يعني مفتوحه من الظهر، تقدري تخليها وتقدري تخليها بالعظم زي ما تحبي. انا خليتها طبعا بالعظم كده زي ما انتم شايفين زي ما هي، بس ايه فتحتها فتحه شوايه وخليت الجلد كده. والتتبيله دي هعمل مساج للفرخه، اخلي الفرخه كده متبله تتبيله محترمه، وهنسيبها بقى. مش انا قلت لكم الساعه كانت كام؟ كان تقريبا الصلاه اشتغل، يعني وانا واقفه كده دلوقتي كان الصلاه اشتغل. تبلت الفراخ وخلصت العصاج ورحت رايحه مصليه الظهر، ورحت داخله انام. ما نمتش النوم اللي انتوا تفكروه عشان تقولوا لي انت اللي بتجيبين نفسك وبتروحي تنامي بالنهار، لا والله. انا ريحت بس كده شويه، يعني نايمه صاحيه، نايمه حاسه بكل اللي حواليا. حاسه بكل اللي حواليا، انا حاسه ان دماغي صاحيه بس عينيا بصوا. انتوا مش هتفهموني والله العظيم، حاسه ان انتوا مش هتفهموني وهتتريقوا عليا، صح؟ مش انتوا هتتريقوا عليا؟ ماشي عادي، انا زي اختكم برضو، اللي تقبلوا عليا انا، اللي عايزين تقولوا عليا قولوه، مفيش مشكله. يلا اظبطي بقى الفراخ بتاعتك دي وغطيها باي صينيه او ورق فويل، اي حاجه عايزه تغطيها بيه غطيها، المهم تغطيها ما تسيبهاش مكشوفه. وهطفي بقى على العصاج واشوفكم بعد ساعتين، اروح اريح ساعتين. الساعه كانت 12 ونص داخله على واحده كده، وانا خلاص بقى يعني بدات افصل. شميت بقى بهارات ما شميتش، كلت ما كلتش، هو انا هفصل يعني هفصل. طبعا انا ما شميتش بهارات، انا كنت بهزر معاكم ومطلعه البهارات ليه انا يعني قلت هزر بما ان الموضوع كبير، يعني شايفين انتوا علب كتير كتير كده. وادي العصاك كمان خلص. طبعا سامعين دوشه عشان احنا مش انا مش في البيت وفي دوشه كتير، بس بعمل لكم مونتاج برضو ولا يهمنا. لا انا بعمل مونتاج لوحدي، مش الدوشه دي، بس الدوشه انتوا عارفين دايما الرجاله بتبقى صوتها عالي فصوتهم داخل لنا. انتوا سامعينهم؟ حتى لو سامعينهم قولوا لا يا سمر مش سامعينهم. يعني داروني، داروا عليا، داروا عليا حبايبي حبايبي. اهي واحده كاتبه لي تعالي دلوقتي حالا اشربي قهوه نعست يا سموره والله اكلك شهي. والله العظيم عايزه اقول لك انا لسه شاربه قهوه حالا، ولو حد طفى النور عليا والله لنام، ولا مصر كلها تقدر تصحيني. علاج البرد بينيم قوي لما بيبدا يعمل مفعول، وده اللي انا حالتي فيه من النهارده، من ساعه ما اخدت العلاج امبارح الحمد لله. حطيت بقى، صحيت انا كده، صحيت على فكره، انا كده نمت وجيت شغلت. اول حاجه عملتها لما قمت، انا خالد كان عنده درس وهيرجع 2:30، قلت له خالد لما ترجع صحيني علشان انا هريح ومش هقوم، مش هظبط منبه، هستكل عليك يعني. اول ما جه من بره بابا فتح له وراح خالد مصحيني. قمت انا بقى، وانا بقول لكم ليه مش عارف. المهم قمت انا بقى دخلت غسلت وشي كده، وكانش لسه العصر اذن، فدخلت على المطبخ على طول. شغلت الفرن، حطيت الفراخ فيها وبدات، وحطيت ميه تغلي على النار، وقلت اعمل المكرونه واعمل البشاميل جنبي. بألف هنا وشفا للي كان ليه نصيب واكل من حاجه. بس عايزه اقول لكم جيت في اخر ربع ساعه كده ونفس الموضوع، تحسوا ان الفرن والبوتاجاز وكل حاجه بتشتغل بنار هاديه، تحسوا ان اخر ربع ساعه دي كل حاجه فيها بتقف. انا حطيت فلفل ابيض على البشاميل، الفلفل الابيض حلو جدا لو متاح، مش متاح خلاص بحط فلفل اسود عادي. حطيت سنه قرفه صغيره وحطيت ملح، وهحمر الدقيق. مش معنى اني هحمر الدقيق ان الدقيق ده بياخد لون، اللون اللي انتوا شايفينه ده من الفلفل واللي انا حطيته، لكن الدقيق بيبقى ابيض زي ما هو بس بيتحمص في السمنه. وعشان كده دايما نقول خلي الدقيق بتاعك قد السمنه علشان يبقى سايح في السمنه زي ما انتم شايفين، فلما يغلي يتحمص. وروحي نازله بكميه الحليب بتاعتك مره واحده. الناس اللي بتنزل بق بق وتقلب دي اولا بياخد منك مجهود، ثانيا ممكن يكلكع منك. انت عامله بشاميل كميه صغيره، دول بصوا دول 3 كيلو، 3 لتر حليب، 3 لتر حليب على 7 معالق دقيق، هيبقى البشاميل مظبوط وزي الفل. والتلاتة لتر دول عملوا 2 كيلو مكرونة، لا كيلو ونص. ف
خلاص كده تمام زي الفل زي الفل. المكرونه كمان اتسلقت، هصفيها. مش بشطف مكرونه البشاميل، بحبها كده بالنشا بتاعها، بدوب بصفي منها الميه في مصفى وخلاص. بس دي يعني ايه برضو، عشان ساعات في ناس بتغسلها وساعات ناس بتقلبها بالزيت، مش هتبقى ماسكه معاكي. عموما احنا ما بقيناش دلوقتي كشعب عموما، مش سمر بس ولا متابعينها ولا ما، لا كشعب عموما ما بقاش حد زي زمان. لازم المكرونه تتحط في الطبق الخرطه مظبوطه، ولو الخرطه مش مظبوطه يبقى المكرونه باظت منك. لا احنا دلوقتي بنهري المكرونه، يعني بنحبها سايحه نايحه في الطبق كده. ازاي معرفش، يعني ما كانتش سايحه قدامنا كده نحس ان احنا فشلنا. اه والله بشاميل بنحبه سايح سخن آه كده يعني. المهم جبت بقى جبنه موتزاريلا، ومش دايما بحط يعني، ساعات وساعات. حطيت حبه كده في البشاميل، لكن مش هحط وش موتزاريلا ولا حاجه. وهطفي بقى على البشاميل. طبعا الجبنه لسه ما ساحتش، لكن البشاميل كبشاميل كبشاميل هتلاقوه سايح نايح كده. يلا بينا بقى نطبق المكرونه. والفراخ كانت قربت تخلص في الفرن. تقولوا بقى المكرونه اللي بتستوي في 10 دقايق طول عمرها عايزه ساعه في الفرن؟ يا ناس الساعه بقت 5 واحنا لسه قدامنا مشوار. هنروح عند اخت جوزي ازاي؟ طب وبعدين ايه ده الولاد؟ يعني انا هفطر انا واخته ام رحاب وجوزي وخالد. عمر وكريم هيروحوا بقى عند ام رحاب يفطروا مع اولادها، يعني قسمنا نفسنا فاهمين. طب والولاد دول وولاد عمتهم هيقعدوا يستنوهم. طب الحل؟ عارفين انتوا اللي بقت بتفكر في 100 حاجه. والله العظيم ما بكذب عليكم، كنت متوتره جدا. وجوزي كل شويه يبص في الساعه يقول لي الساعه بقت 5، الساعه بقت 5 ونص. خلاص كل حاجه قربت تستوي. طب اعمل ايه؟ لحد ما عمر قال لي يا ماما هاتي بقيه الاكل نسويه عند عمتي. اللي هو ازاي يعني؟ يعني انت داخل تفرحها وتقعد وتكبر بخاطرها، بما ان النهارده عيد الام يعني. الكلام ده زي ما قلت لكم كان امبارح، فقلنا نفرحها يعني ويعني نهون عليها شويه. فاروح لها بالاكل ني اقول لها خدي. طبعا هي اكيد عامله اكل بس احنا مش معرفينها، احنا رايحين فجاه. وخصوصا كمان ان جوزها في العمره، ربنا يتقبل منه يا رب ويجيبه بالسلامه. فقلنا برضو ايه كنوع من انواع برضو ان احنا نبقى معاها على الفطار وكده. طبعا ربنا يخلي لها سلايفها واخوات جوزها يحفظهم يا رب ويخليهم لبعض. المهم حطيت بشاميل وحطيت المكرونه، وبعد كده حطيت اللحمه وقلبت كل كميه المكرونه في البشاميل. وبعد كده هحط البشاميل على الوش. انا عايزاكم تشوفوا البشاميل هو نزل عامل ازاي. ماشي ماشي ركزوا. شايفين؟ قشطه، كريمه، والله قشطه وكريمه وعسل يا ناس يا عسل. خلاص دي اول صينيه. هعمل الصينيه التانية بقى للولاد هياخدوها معاهم عند عمتهم ام رحاب، علشان هما ولاد عمتهم هياكلوا. يعني احنا قسمنا نفسنا كده، عملنا فرتكه في البيت في الثلاث بيوت. جوزي واخواته فرتكنا لهم الدنيا كده، يلا زي بعض. كلنا اهل كلنا اسره مع بعضينا. وادي الصينيه التانية كمان خلصتها. والبشاميل اللي كان زي الفل 7 معالق دي عملوا لي كيلو ونص، صينيتين مكرونه مظبوطين بسم الله ما شاء الله والله العظيم. فعلا مظبوطين على الشعر. ليه بقى؟ البشاميل مظبوط، اللحمه الحمد لله كانت مظبوطه. المهم دخلنا بقى المكرونه الفرن. المفروض كده خلاص المكرونه هتدخل الفرن. اسكت انا؟ لا لسه فاضل ساعه. اعمل ايه بقى في الساعه دي؟ تعملي ايه بقى يا بنتي يا سمر؟ قلت يلا محدش واخد منها حاجه، تعالوا نعمل صينيه كنافه بالقشطه. حطيت بقى فانيليا وحطيت نشا وحطيت دقيق. تقدري تستغني عن الدقيق وتحطي بداله كاستر، تقدري تحطي دقيق سميد، تقدري اللي هو البسبوسه يعني، وتقدري تعمليها بنشا بس زي ما تحبي. بس انا بصراحه احلى طريقه جربتها لما بحط عليها معلقه دقيق ابيض مع معلقتين النشا وذره فانيليا جباره قشطه قشطه يعني. لو حطيتي عليها كمان معلقه كريم شانتيه وضربتيها بالمضرب بتبقى حلوه قوي. جبت كيلو كنافه وجبتها طازه بقى، ما رضيتش ادخلها الفريزر. يعني هقطعها كده وافتتها. بصراحه انا بحب الطريقه دي اكتر من اللي في الفريزر، بس ساعات اهو تغيير يعني. خلاص بصوا فتتنا بقى الكنافه من بعضها. قصقصتها الاول بالمقص، وبعد كده هفككها كلها من بعضها. وبعد ما افككها كده سيحت حبه سمنه في الميكروويف، وهحط كوبايه كامله من المج الكبير سمنه على كيلو الكنافه. ليه بقى؟ لان الكنافه فريش
طريه. لو الكنافه دي بايته وناشفه هتاخد معاكي سمنه اكتر. وبقولها للمره المليون، الحلويات الشرقيه زي الكنافه والبقلاوه والجلاش والحاجات دي تظبطي سمنتها هتاخديها ناجحه زي المحلات بالظبط. قللتي سمنتها هتبقى مش احلى حاجه معاكي، وهتلاقي لونها مش اللون زي اللي بتبقى جاهزه ومظبوطه. المهم هعمل بقى صينيه الكنافه، واهم حاجه في صينيه الكنافه بعد السمنه الضغطه، انك تضغطيها كويس. انا بصراحه والله مش هكذب عليكم، انا جبت صينيه اصغر منها وناديت على جوزي قام بالواجب ده، قلت له بص تضغط لي صينيه الكنافه دي ضغطه بنت ناس ازاي معرفش تتصرف، مش الرجاله اقوياء وريني بقى. المهم الراجل اتصرف وبقى قوي وطلع قوته كلها في صينيه الكنافه والحمد لله. بس كده ضغطناها وظبطناها، هننزل بقى بالقشطه. دي قشطه بقى مش بشاميل. تمام كده، يبقى انا كده لسه عندي صينيه الكنافه عايزه تستوي، وانا بحب اسوي الكنافه على نار هاديه. اه يا حوستي السودا انا يا اما. وصينيه المكرونه التانية، والساعه حاليا دلوقتي 5، يعني انا بكلمكم كده وكانت 5 وانا مطبقه صح، يا ما اتاخرتش. انا عايزه الاكل سخن، انا كنت ممكن على فكره ما ريحش الساعتين اللي ريحتهم دول واسوي الاكل، بس كان الاكل هيبقى بارد. فانا قلت عبال ما الفراخ تستوي اكون انا جهزت صينيه المكرونه. بالفعل الفراخ عبال ما استوت كنت انا جهزت الصواني بتاعتي. بس بقى تقولوا ايه في الفرن وعنده، هحط بقى الصينيه دي كده فوق علشان الوش بتاعي ما ينشفش، عشان انا عايزه اقلب الصينيه دي. دخلت بقى وطلعت كيسين مخلل محترمين كده مشكلين زيتون وليمون معصفر والمشكل اللي احنا عاملينه مع بعض. حطيت الشيره على النار، وقطعت بقدونس وبصل علشان اعمل ارضيه للفراخ المشويه. طبعا انا عايزه اقول لكم ارضيه الفراخ المشويه او الكفته او اللحمه دي بتكون حلوه جدا جدا جدا. جربوا بس كده مش هتندموا، وخصوصا بقى لو عندك سماق وحطيتي منه. وخلاص كده كمان عملنا الخلطه او الارضيه بتاعه الفراخ، ودعوا لنا بقى نلحق نخلص. انا عايزه اقول لكم طبعا المونتاج ده تاني يوم، النهارده السبت اللي احنا يعني وصلنا عند ام احمد، وكانوا بداوا يقيموا الصلاه، يعني تاخرنا برضو بس الحمد لله لحقنا نفسنا. كان هيبقى شكلنا قوي وحش قوي لو رحنا بعد المغرب، فالحمد لله يعني وفطرنا سوا وكان يوم جميل، وربنا يديم عليها رضاه، ويديم عليها الصبر، ويديم عليها نعمه، اللهم امين. بتمنى منكم تدعوا لها بالصبر، وتدعوا لاحمد بالرحمه بس في الكومنتات. زي ما انتم شايفين الفراخ طلعت، يلا بينا بقى، وصينيه مكرونه طلعت، فكده فاضل صينيتين في الفرن. يلا بينا بقى نطلع. الله الله على لون الفراخ يا جدعان، والله العظيم تتبيله جباره. والفرخه كمان قعدت في التتبيله شويه فاتشربت منها، وكمان لحمتها طريت كده وبقت حلوه يعني. فهقسمهم بقى بالهنا والشفا على طبقين، الطبق اللي هيروح مع الولاد والطبق اللي هيروح معانا. بألف هنا وشفا، بألف هنا يا رب، وكل اللي ليه نصيب في حاجة ياكلها بالهنا يا رب يا رب على قلبه، وبكل حاجة حلوة. وادي صينية الكنافة كمان اهي طلعتها علشان اقلبها، لاني انا ما بعرفش يعني مش ببقى احسن حاجة لما اولع عليها الوش، انا بحب اقلبها يعني تستوي الاتنين على الارضية، فتلاقوا صينية الكنافة مظبوطة زي دي كده بالظبط. شايفين اللون من النص عامل ازاي، ودي مش بتطلع معايا كتير كده الا لما بكون مستعجلة، بس لازم اخلص يعني، لازم اتصرف. حتة سمنة بقى في ارضيه الصينيه التانية علشان ايه الوش اللي هيبقى في القعر، وزحلق الصينيه زحلق اهو، 1 2 3، انزل بقى انزل بقى، ايوه كده بس كده، ولا كأن حاجه حصلت. ندخلها بقى في الفرن. وهنا كانت صينيه الكنافه خلصت، وصينيه المكرونه التانية بتاخد وش وخلاص. هدي بقى الشربات كان بريد شويه والكنافه سخنه، يعني المهم ان الاتنين مش سخنين. كنت لابسه عبايتي زي ما انتم شايفين، وهغلف الاكل واطير. طير انت، انا بقى اللي هيتقال عليا دلوقتي طير انت. قولوا لي بقى رايكم في الفيديو وفي شكل الاكل، وبالف هنا وشفا تاني. و يعني مش هلف صينيه الكنافه قوي عشان ما تطراش قوي، لان هي مقرمشه وجباره بصراحه، والله العظيم كانت فظيعه. وادي المكرونه التانية كمان طلعت. فنبدأ نقول بسم الله، واشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واجبروا بخاطر اللي حواليكم وفرحوهم. لو زعلانه من حد هاتي كيس فول وكيس طعميه لو مش عايزه تعملي اكل، او هاتي ازازتين عصير وادخلي افطري معاه. والله العظيم طول عمري بحب قوي اعمل كده في رمضان، بحس ان هي نوع من الفرحه. يدخل حد في التعليقات يقول لي لا بس ازاي لازم تعرفي الناس ان انت رايحه عندهم؟ انا مش بروح عند حد غريب، يعني انا بروح لاخواتي واخوات جوزي، عماتي خالاتي. لكن ولو عارفه ان الحد ده يعني ببقى مغلسها من الاخر كده في تليفون، ايه بتعملي ايه النهارده، هتفطروا ايه. ف
يا باخد اكل معايا وانا رايحه، يا باخد فول في ايدي وفلافل، يا باخد سندوتشات، يا باخد عصير، بس بدخل بفرح اللي انا بتحسي بجو بهجه كده. ده طبعا مش بعرف اغيره وربنا يهديني. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم في الله.